الذي كتب الفناء على خلقه والبقاء لذاته. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحباب، الدنيا دار مفر وليست دار مقر، أوقاتنا فيها معدودة، وكل يوم يمر يؤخذ من رصيد أعمالنا، حتى إذا أتينا إلى يوم تنتهي فيه حياتنا ونقبل فيه على ربنا تبارك وتعالى، فيا ترى إذا أتاني أو أتاك الموت ماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ ما هو الأثر الذي تركناه؟ ما هو الرصيد الذي سنقابل به ربنا تبارك وتعالى به؟ ما هي الأعمال التي قدمتها حتى تكون مضرارة بالخير؟ الله تعالى يقول: إنا نكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار التي بعد الإنسان. الناس بعد مماتهم ثلاثة أصناف: صنف ليس له أثر، إذا مات انتهى أمره. الصنف الثاني صنف سعيد، صنف له أثر وله أعمال باقية. وصنف ثالث مخذول له آثار سيئة. إذا أردنا في هذا القطف السريع وفي هذه الموعظة التي تأتينا مرة بعد مرة لعل الله تعالى يحيي موات قلوبنا ويردنا إليه ردا جميلا، أقول: كن ذا أثر، لا تعش في الظل، كن مدرارا بالخير، ليكن لك عمل إذا لقيت الله تبارك وتعالى كان رصيدك من الأعمال باق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. فقراءة القرآن وتعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى عمل باق وأثر منتشر. كلما يتجدد الذكر تجد رصيد من الأعمال الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله وجه امرؤ سمع مني حديثا فوعاه فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصدقة من الأشياء التي لها أثر كبير بعد رحيل الإنسان. لا تستصغرن من المعروف شيئا، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. ربما تبتسم في وجه عاص تلين له بالقول، تفتح له بابا من المعروف فيكون سببا لهدايته، فيكون لك رصيد من أرصدة الخير في ميزانك يوم أن تلقى الله عز وجل. المعروف كثير
وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. نريد أيها الأحبة أن نعد لأنفسنا أرصدة من الخير، وليكن لنا وقفة حساب يومية. إذا أتاني داعي الله تبارك وتعالى الآن ولقيته، هل أنا راض عن الأعمال التي قمت بها الآن؟ إذا كان فأسأل الله تعالى لي ولك الثبات وزيادة، وإذا لم يكن فأسأل الله تعالى أن يوقظني وإياك أخي الحبيب من رقدات الغفلة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. في نهاية هذه الكلمة أتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. اللهم عافه واعف عنه واغفر له وارحمه، وافتح له يا إلهنا بابا من الجنة لا يسد، وارزقه نعيما لا ينفد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آنسه في وحدته وآنسه في وحشته، وارحم يا ربنا تحت أطباق الثرى غربتنا وغربته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.